اهلا بكم في الحلقه الثانيه من برنامج صاحب الكوره. من غير كلام كتير ومن غير اي مقدمات كتير، تعالوا نشوف ايه اللي حصل في الاسبوع ده ونشوف اهم الماتشات. هنتكلم عن الدوري الانجليزي وماتش تشيلسي والارسنال. الارسنال بدأ الماتش بضغط كبير جدا على تشيلسي، وخلى تشيلسي يباصي في نص ملعبه بطريقه عشوائيه جدا، وده ادى افضليه كبيره جدا للارسنال. الارسنال نزل الماتش وقدر ان هو يحجم خطوره المهاجم دييجو كوستا ومعاه هازارد، بالاضافه ان مدافع الارسنال بيرين قدر ان هو يلعب ماتش من الناحيه الدفاعيه باداء عالمي. الارسنال نزل الماتش كان مركز جدا وعرف يستغل اخطاء تشيلسي من الناحيه الدفاعيه، ضغط عليهم بشكل كويس جدا، وكان باين التحضير كويس من ارسن فينجر اللي قدر ان هو يحدد اخطاء تشيلسي من الناحيه الدفاعيه بالنسبه للاعب جاري كاهل اللي بقاله 3 ماتشات بيتسبب في كل ماتش بجون في فريقه. الارسنال قدر ان هو يضغط كويس جدا على تشيلسي، وقدر ان هو يحقق اول جون بسبب الضغط الكبير جدا وسرعه اللاعب سانشيز في اول جون. اما بالنسبه للجون الثاني، الارسنال بدا الهجمه ببساط قصيره جدا على الارض ومن رجل لرجل، وده خلى ان دفاع تشيلسي يتفتح بشكل كبير جدا. قدر والكوت يحط الجون الثاني. اما بالنسبه للجون الثالث كان رد فعل طبيعي جدا من تشيلسي ان هو يسيب دفاعاته ويبتدي يلجا للهجوم. في اللحظه دي قدر ان هو سانشيز واوزيل يستغلوا الفجوه اللي حصلت دي ويعملوا هجمه مرتده ولا اجمل، ويسببوا الجون الثالث وينهي الشوط الاول الارسنال ب 3-0 ويخلص الماتش بنفس النتيجه. هنتكلم عن ماتش ليستر سيتي ومانشستر يونايتد. مانشستر بدا الماتش ده باربع لعيبه مختلفين. اول لاعب نزله هو اللاعب لاين ده مكان اللاعب لوكشو، ونزل اللاعب هيريرا مكان اللاعب فيلايني، ونزل اللاعب كمان ماتا مكان روني. اما اخر لاعب هو كان اللاعب لينجارد مكان اللاعب مارسيال. الاربع لعيبه دول قدروا ان هم يحققوا مانشستر يونايتد قوه هجوميه وقوه في نص الملعب بشكل كبير جدا. هنيجي نتكلم عن اداء بوجبا في الماتش ده. هو اول ماتش ليه في الدوري ده يظهر فيه امكانياته. بدا الماتش براسيه مظبوطه جدا حقق منها اول جون، وشوطه بعدها على طول كانت قويه جدا لكن صدها حارس المرمى لليستر سيتي بشكل كويس جدا. الاربع لعيبه الجداد زي ما قلنا لحضراتكم لما نزلوا قدروا ان هم يخلوا مانشستر يونايتد يقف على رجله في نص الملعب. زي ما قلنا قبل كده ان مانشستر يونايتد خطورته بتبان كويس قوي في الاجناب والكور العرضيه اللي ما قدرتش ليستر سيتي ان هو تقدر توقف الكور دي، وده تسبب لهم في جونين من الكورنر. اما لو جينا اتكلمنا عن اداء ليستر سيتي في الدوري لغايه دلوقتي، هو بيقدم اداء مش مفهوم تماما عن البطل اللي خسر السنه اللي فاتت في كل الماتشات 3 ماتشات، ولحد دلوقتي بس هو في الدوري خسران ال3 ماتشات. ده اداؤه مش مفهوم ولسه مش عارفين ليستر سيتي رايح على فين. تعالوا كده نتكلم بسرعه عن ليفربول. ليفربول قدر ان هو يكتسح هال سيتي ب5 اجوان على الانفيلد. قدم الليفر اداء رائع واداء كان كويس جدا، وكمان كلوب ماشي على خطه كويسه عشان تقدر ترجع الليفر لوضعه الطبيعي زي ما كان. اما بالنسبه لمانشستر سيتي، جوارديولا قدر ان هو لغايه دلوقتي يحتل مركز الصداره، وبيقدم ماتشات هايله جدا مع مانشستر سيتي اللي قدر ان هو يكسب 3-1 سوانزي ومخليه برده لسه محافظ على الصداره. تعالوا نشوف جدول الترتيب بعد الجوله دي كان عامل ازاي. هنتكلم عن الدوري الايطالي وماتش الميلان وفيورنتينا. القمه في الجوله دي خلصت بتعادل سلبي 0-0. فيورنتينا عنده اكتر من لاعب عندهم مهارات كبيره جدا، لكن ما قدرش ان هو يستغلهم عشان يحققوا له المكسب. فيورنتينا كان بيلعب في الماتش ده عشان يستغل اخطاء مدافعين الميلان، وده طبعا ما حصلش بسبب ان كان برناردسكي كان بعيد جدا عن التلت الهجومي وبدا يلعب كجناح، وده قلل كتير جدا من خطوره فيورنتينا. اما بالنسبه للميلان، الميلان بعد اداء سيء جدا في الشوط الاول بدا الاداء ده يتحسن في الشوط الثاني من الناحيه الدفاعيه والناحيه الهجوميه. الميلان نزل الماتش اعتمد على الهجمات المرتده، بس عنده مشكله كبيره جدا برده في الناحيه الثانيه اللي هي السرعه في التحرك بالكره لقدام، وده بيدي للفريق الخصم او الفريق المنافس فرصه ان هو يرجع تاني ويبني خطوطه ويبتدي يقفل له نص الملعب. الميلان ما قدرش ان هو يحقق المكسب ويوصل للمركز الثالث زي ما كان نفسه ان هو يوصل له. اما بالنسبه للمركز الثالث احتله الانتر بعد ما تعادل مع بولونيا على ارض 1-1، واللي استفاد من خساره روما قصاد تورينو 3-1. كده يبقى الانتر في المركز الثالث. وتعالوا نشوف ترتيب الدوري عامل ازاي. هنتكلم عن الدوري الاسباني وماتش ريال مدريد ولاس بالماس. ريال مدريد بتتعادل لتاني مره في الموسم ده بنتيجه 2-2، بس المره دي كانت بره ارضها، والريال برضو عندها مشكله لسه بتعاني فيها لغايه دلوقتي ومش عارفه هتحلها ازاي. هي مشكله كاساميرو في حاله اصابته. كان الحل من زيدان ان هو بيلاعب توني كروس مكان كاساميرو، بس لو جينا قارنا ما بين ارقام توني كروس وكاساميرو من الناحيه الدفاعيه هنلاقي ان في ظلم كبير جدا لتوني كروس ومفيش اي وجه مقارنه. الريال لغايه دلوقتي مش عارفه تحل المشكله ازاي، وده بيخلي مساحه كبيره جدا واضحه في نص ملعب الريال.
هنتكلم دلوقتي عن ماتش برشلونه وخيخون. برشلونه قدرت ان هي تكسب الماتش ده بنتيجه كبيره جدا 5-0. بالرغم من السكور العالي ده برشلونه ما قدمتش الاداء المعروف عنها واللي بيمتع الناس منها. برشلونه تبقى كده فرقت بنقطه واحده عن الريال عشان يبقى الدوري يسخن بشكل كبير جدا قبل ماتش الكلاسيكو الجاي. تعالوا نشوف ترتيب الدوري والفرق عامله فيه ازاي. هنتكلم دلوقتي عن الشامبيونز ليج، واول ماتش هو ماتش بروسيا والريال. الريال برضو عندها نفس المشكله، هي مشكله كاسيميرو اللي مش هنتكلم عليها، بس كاسيميرو فعلا لما بيغيب بيعمل مشكله كبيره جدا للريال. الريال بدات الماتش بتضغط على اللعيب اللي معاه الكوره، وده كان بيسبب لهم مشكله ان هم ما كانوش بيعرفوا يبداوا هجمه كويسه او هجمه بشكل صح. بروسيا دورتموند كانت بتعتمد على الاطراف وعلى بالذات ديمبلي جات له اكتر من كوره، تقريبا مضيع 3 اجوان، ما قدرش ان هو يخلص الكوره قدام الجون. بالاضافه كل ده الريال اللي احنا شايفينها من وجهه نظرنا هي احسن فريق بيلعب على الهجمه المرتده، وده بان كويس جدا مع رونالدو. الريال كانت بتضغط بشكل كبير جدا على بروسيا، وخلت لعيبتها تبذل مجهود بدني كبير جدا اللي قل بشكل واضح وملحوظ في الشوط الثاني. وكان لازم بروسيا دورتموند واللي فعلا عملته ان هي تضغط على ريال مدريد في اخر ربع ساعه. واول ما نزل البديل شورلي قدر ان هو يضغط بضغط هجومي كبير جدا على ريال مدريد، وقدرت ان هي تحرز جون التعادل. كده تبقى ريال مدريد برضو هي عقدتها بروسيا دورتموند. هنتكلم دلوقتي عن ماتش بايرن ميونخ واتلتيكو مدريد. اتلتيكو مدريد بخطه 4-4-2 اللي لعب بيها سيميوني قدر ان هو يكسب او يدي لفريقه اداء قوي من الناحيه الدفاعيه ومن الناحيه الهجوميه. اما بالنسبه للناحيه الثانيه انشيلوتي كان بيلعب 4-3-3 ورجع مورا على ناحيه اليمين، بالرغم ان كان عنده روبن وكومان على الدكه، بس ما استفادش منهم وحجم كده الناحيه الهجوميه اللي كان بيلعب بيها مولر. اتلتيكو مدريد باسلوب الضغط العالي قدر ان هو يحرم لعيبه البايرن من بناء اي هجمات منظمه او اي هجمات سريعه على اتلتيكو. كمان بعد ما حطوا الجون الاول عن طريق اللاعب كراسكو كانت نتيجه طبيعيه جدا للضغط اللي هم عاملينه، والنص الملعب اللي هم ماسكينه بشكل كويس جدا، والمجهود اللي عملوه في الماتش ده كان مجهود عالمي. كده تبقى اتلتيكو كسبت البايرن 1-0، وكده تبقى دي تاني مره البايرن يخسر فيها على الكالدرون من غير ما يحط ولا جون او من غير ما يهز الشباك، وهتفضل برضو اتلتيكو هي عقده بايرن ميونخ. بكده نبقى وصلنا لنهايه الحلقه. يا رب نكون قدرنا ان احنا نقدم لكم حاجه تفيدكم او تعرفكم ايه اللي حصل في الاسبوع ده. ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب لليوتيوب تشانل ولايك للبيج بتاعتنا على الفيسبوك وتتابعونا على تويتر. هنستنى منكم تعليقاتكم على الفيديو او عن الحلقه او عن اي حاجه محتاجين ان انتم تعرفوها، وتقولوا لنا رايكم. اشوفكم الحلقه الجايه. سلام.